السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما في احسن حال. بصوا كده، في البداية انا عدت الفيديو 4 مرات عشان ابدأ المقدمة. تمام كده؟ تمام. عدته 4 مرات عشان ابدأ المقدمة دي، فاسمعوا الفيديو الاخر. تمام كده؟ تمام. في الاول حطوا لايك للفيديو، بفكركم من بداية الفيديو اهو، انزلوا حطوا لايك للفيديو. تمام. وانزلوا برضو تحت اللايك كده في الكومنتات اتصلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام وتذكروا الله، ونبدا الفيديو بتاعنا. اولا كده كل سنه وانتم طيبين. خلاص كلها شهر وداخلين سنه جديده وعام جديد. يا رب كل سنه وانتم طيبين جميعا، وتخلص السنه دي على خير كده، والكل مبسوط والكل متراضي، واللي كان نفسه يحقق حاجه السنه دي ومحققهاش يحاول انه يحققها في السنه الجايه باذن الله. تمام. برضو ما ننساش ندعي دعوة لأهلنا وأخواتنا في فلسطين، ربنا معاهم واللهم نصرا لهم يا رب، اللهم آمين. ما ننساش برضو دعواتنا ليهم. داخلين سنة جديدة كده، سنة حلوة إن شاء الله، كلها تفاؤل وأمل بإذن الله. كان في حاجات السنة دي كنت عايزة أعملها معرفتش أعملها، ولو أعدتلكوا حاجات كتير قد كده عملتهاش بصراحة، بس في حاجات تانية كنت بعملها وحاجات اتمنيتها وحصلت والحمد لله طبعا، او حاجة حصلت او ما حصلتش لازم نقول الحمد لله. فان شاء الله كده من السنة الجاية كل واحد كان نفسه في حاجة يحققها بإذن الله، واللي عملتوه السنة الجاية حابين تكرروه السنة دي كرروه، وحابين تعملوا احسن منه السنة الجاية ان شاء الله. يعني اللي مثلا كان نفسه ان هو يجيب مجموعة كويس في امتحان معرفش، يحاول السنة الجاية. تمام كده؟ تمام. بصوا، هو في كلام كتير عايزة اوصله بس انا متلخبطة، بكون مجمعة الكلام مع نفسي وخلاص هعمل فيديو، اجي اتكلم في الفيديو بنسى، بحس ان الكلام هرب مني، ما بقتش عارفة اقول ايه ولا اعمل اي حاجة. داخلة في السنة ونص اهو على القناة، برضو لسه بتوتر في حكاية اني اجي اعمل فيديو او اتكلم. شوفوا لي حل بقى وعلاج للتوتر اللي انا ببقى فيه ده. اوقات ببقى عايزة اصور لكم فيديو برا او فيديوز كتيرة او ستوريهات او كل ده، اتكلم معاكم عادي زي ما انا بتكلم دلوقتي، بدل ما اجي واقفل بقى الصوت والدوشه اللي كان حواليا واسجل لكم انا بهدوء كده مع نفسي. لا، بكون عايزه ايه، اصور واتكلم برا، بحس ان العالم كله بيتفرج عليا انا، بحس ان الناس اللي حواليا سايبه الدنيا كلها لا وبصه ليا انا، اللي هو لا انا بصور. حتى لو حابه قاعده في مكان عايزه اتصور صوره او كده، بحس برضو ان الناس كلها بتتفرج عليا، بقفل التليفون واحطه مكان، على الرغم من ان هو عادي ما فيهاش حاجه، لا بتلاقوني قافله التليفون وقاعده ساكته. اوقات يعني النهارده احكي لكم حاجه حصلت بس انا زعلانه منكم. تمام؟ انتوا وحشتوني وكل حاجه، وبقالي كتير ما نزلتش فيديوز ليكم ولا كل ده، فقلت ايه بالمره كده، انا كده كنت بره، فمش هكلف نفسي وهقوم البس. ولو بلبس طبعا معروفه الناس اللي بتطلع على السوشيال ميديا عموما مش بيبقوا لابسين طقم كامل، صح ولا ايه؟ صح. ثواني. تمام. محدش يرن عليا، سيبوني اكمل الفيديو. المهم انا بغيب كتير، مفيش حد فيكم بيسأل عليا ليه بقى. يعني مش بوحشكم مثلا ان انتوا توحشوني، بحسكوا عيلتي التانية، نتكلم كتير ونهزر كتير مع بعض وكل ده، مثلا مش بتسألوا عليا. في ناس سألت عليا بدون داعي لذكر اسماء يعني، وشكرا جدا لسؤالكم عليا، وانتي غايبه بقالك كتير، وانتي فينك، وانتي مختفيه، كل ده شكرا لسؤالكم، ربنا يخليكم ليا. انما بقى الناس اللي مسألش عليا خالص فين؟ مش فاكريني ولا نسوني، ولا انا لما بغيب بتنسوني؟ يمكن لما انا بغيب بتنسوا ان انا كنت بنزل لكم فيديوهات مثلا، ولا ايه؟ ده انا بحاول الفترة الجاية اعمل لكم فيديوهات كتيرة حلوة، ونفكر في كذا فكرة مختلفة لتنزيل فيديوهات، وانتوا مش بتسألوا عليا خالص. ليه بقى؟ المفروض ان انا ازعل، صح كده؟ ازعل ولا ما ازعلش؟ المفروض ان انا ازعل، بس ماشي، الاهتمام مش بينطلب يا جماعة. الاهتمام مش بينطلب، ماشي؟ انتوا لازم تسألوا عليا بس انا بجد زعلانة مني. المهم بقى، انا واحدة عندي انفصام في الشخصية عادي، شوية تلاقوني زعلانة، شوية تلاقوني بضحك،
تمام. هاخد رايكم في حاجه، هتلاقوني بتكلم في كذا حاجه في الفيديو ده بس مش مترتبين. تمام، الكلام اللي انا عايزه اقوله بقوله، دي مشكله بقى اللي هو مش برتب كلامي قبل ما اقوله. ايه رايكم في مره افتح لايف وانا قاعده كده زي ما انا قاعده كده حاليا، نفتح لايف ويبقى الشات قدامنا ونتكلم كلنا مع بعض؟ ايه رايكم؟ قولوا لي ايه رايكم في الموضوع. ولو لقيت ناس كتيره عجبها الفكره وحابه ان انا اعمل كده هنعمل كده. تمام. اقول لكم بقى انا النهارده كنت لابسه وبعمل ايه. بصوا، بقالي كام يوم كنت مختفيه بصراحه، كنتش لاقيه حاجه اصورها ومش لاقيه حاجه انزلها. اوقات بيكون معايا فيديوز كتير عايزه انزلها كلها في وقت واحد، واوقات ما بيكونش معايا اي فيديوهات خالص. نعمل ايه؟ هقول لكم بقى. انا كنت خارجه، قلت هرجع هنرغي شويه مع بعض وبس. اي مره ابقى خارجه هرجع احكي لكم اللي حصل وبس، ستوري تايم. ولا ايه رايكم نحكي نطلع فيديوهات ونعمل ستوري تايم؟ قولوا لي برضو، عايزه يعني اراء كتيره منكم. بصراحه انا ببقى متحمسه للفكره، بس اللي هو شجعوني، عايزه حد يشجعني، عايزه حد يقول لي تمام معاكي وظهرك وراكي مكملين. قولوا لي كده شجعوني. تمام، استنى كل تعليقاتكم تحت وبشوفها كلها وبرد على الناس كلها، صح كده ولا لا؟ حد يقول لي كده انا ما ردتش عليه؟ محدش هيقول، عشان انا برد عليكم كلكم لانكم عيلتي التانية وربنا يخليكم ليا. المهم بقى، انا دلوقتي سنه ثالثه ثانوي، فمحتاجين اننا نعمل الاستماره، لان لما عملنا استماره سنه اولى كنا لسه مخلصين ثالثه اعدادي. كبرنا بقى شكلنا، انا مش فاهمه. طب ما ياخدوا مننا صوره وايه ويسيبونا. انا اكتر حاجه بكرهها لو انا اروح اعمل صوره البطاقه او اني انا اروح اتصور، على الرغم ان انا في صور على تليفوني قد كده، بس لا ما بحبش اروح اتصور لسبب مثلا، لا مش رايحه نتصور. حتى كنت عايزه اتصور انا واختي، قلت لها لا، هنبقى نبعت لهم صوره وهم يطبعوها لي وخلاص. انا مش عارفه، مش حاسه، مش عايزه اتصور. على الرغم اننا خارجين من البيت ومقررين من امبارح اننا ايه هنتصور صوره مع بعض، وكنت بقول لها هناخد رنا معانا تبقى صوره احنا الثلاثه. ورجعت قلت ايه، طيب ممكن هنا تزعل. في الاخر عملتها حجه وما تصورتش اصلا. تمام كده، تمام. فروحنا بقى عشان نسحب فلوس. قبل ما نروح لقيناها المكنه واقفه. طب وبعدين، وانا بقى كنت خارجه وعامله عامل اساسي على ان انا هسحب فلوس، وما اخدتش فلوس معايا اصلا، هي جنب البيت. فانا خرجت ورحت. طب وبعدين يا لمبي، فضلنا قاعدين شويه. بعدين قلت لبسمله ايه، طيب تروحي تجيبي فلوس من البيت وتيجي تاني. انا بقى كنا عاملين حساب ان انا هسحب وهمشي. قالت لي ماشي، وهي هتروح بقى تروح تجيب فلوس بتاع المكنه اشتغلت. قلت لها يا ريتني اتكلمت من بدري. المهم طبعا يعني وانا طويله، لا ولا مش هقول لكم انا طويله. في واحده على السوشيال كنت بسمعها بتقول ايه على التيك توك، وانا قصيره وصغننه وريقي ناشف، هو ده. لا انا بقى طويله خالص. انتوا ملاحظين شايفين ان انا طويله قد ايه؟ واخدين بالكم ولا بقوم؟ لا انتوا اكيد واخدين بالكم يعني ان انا طويله. طبعا الكل عارف ان انا طويله ومش طايله المكنه اصلا. اوكي وبسمله مش هتعرف تسحب لي. طب وبعدين يا جماعه، المهم الراجل اللي كان واقف قال لي هاتي. تمام، وانا في تلك الحالتين اللي هي حتى لو انا مش قصيره مش هعرف اطلع عشان رجلي وكده. ففي حاطين كذا درجه عاليه كده، فاللي هو ما كنتش اصلا هعرف اطلع، ولا لما اجي اسحب من المكنه او من غيرها او اي حاجه عاليه عموما ما بعرفش اطلع عليها. بس اوقات القصر بيكون حلو يا جماعه والله، صح ولا انتوا شايفين ايه؟
زي ما قلت لكم بقى ان انا طويله قوي، والمهم مكنتش عارفه اطلع على البتاعه، فخليت الراجل اللي هو الامن اللي واقف يعني اسحب الفلوس وكده، ومشينا وايه رحنا الاستوديو صور. تمام، انا دخلت الكرسي طويل وانا اطول منه الكرسي طويل وانا اطول منه. هتقولوا لي ازاي؟ هقول لكم كده، هو الكرسي طويل وانا كمان اطول منه. لا بصراحه انا كذابه، يعني الكرسي طويل وانا قصيره قوي، كنتش عارفه اطلع اقعد عليه اصلا. تمام، وكان على جنب، فشديته حطيته في النص قعدت. جه الراجل بيقول لي لا ممكن تنزلي بس وتعدلي الكرسي. قلت له في عقلي يا عم حرام عليك، ده انا ما صدقت طلعت قعدت وانت مش واقف اصلا، يعني سيبني قاعد مكاني. المهم نزلت ورجع الكرسي لورا، قال لي ايه اقعد. المهم قعدت عليه تاني، وكان معايا بسمة ابتسامة. انا بحبش ابين سماء، مش بحب اضحك اللي هو لا، ما بحبش انا كده، ما بحبش انا اتصور اي صورة كده، لا هو هصور بس، وممكن اقعد كده والله ولا اضحك ولا اي حاجه عادي. معظم صوري بتاعت المدرسه لما صور المدرسه او لاي حاجه عموما هتلاقوني قاعده كده. اكسله هي كده عشان تبقى راسي مظبوط، انا شايفاها مظبوطه، ما كنت ما شايفاها مش مظبوطه، انا عامله كده بس، مش حتى ابتسامه خفيفه كده، لا هو انا كده بس. راجل يقول اضحكي ويعيد في الصوره، وانا برضه زي ما انا عمال يعيد في الصوره وانا زي ما انا. المهم قعدتها مرتين او ثلاثه، الحمد لله خلصنا بقى. عملوا لي ابتسامه صغيره ابتسامه صغيره، طب ما انا ابتسمت خلاص خلصني. المهم نزلت، وبعدين بسمله كمان علشان هي تالتة اعدادي فهتنقل مرحله الثانوي، فطبعا هي كمان هتعمل استمارة المدرسه. المهم قعدت مكاني، اول صوره ما ظبطتش، تاني صوره وانا واقفه وراها هموت واضحكها، ما اعرفش ليه انا واقفه وراهم هما الاثنين هموت واضحكها. بعدين قلت لا هسكت علشان ايه الصورة تطلع مظبوطة، وهي لو فضلت تضحك احنا مش هنخلص النهاردة ومش هنتصور. بس بصراحة صورتها طلعت احسن اكيد طبعا. تمام، فخلصنا وطلعنا بره علشان ناخد الوصل ونحاسب على الصور وكده. واقفين قالت له ايه عايزة تكتب اسمها على الصورة، اللي هو يعني ظهر الصورة تقريبا يبقى مكتوب الاسم. جاي عند صورتي بيقول الاسم، فرحت قالت له فرحة انا مش عايزه اكتب، انا مش عايزه اكتب عليها، كفايه الصوره، هياخدوا اسمي كده او ياخدوا اسمي يسيب الصوره. قلت لهم لا انا مش عايزه، بس عشان كان قفلت يعني عشان صوت الاذان وكده، ورجعت بقى نكمل الفيديو بتاعنا. المهم كتبنا الاسم على صورة الأستاذة، قاعدة هي هتقوم تضربني إن أنا بحكي أصلا. انا مش هناكلك اتكلمي عادي. المهم قربت انا من الكمبيوتر وقلت له لا احنا هنكتب على الصوره دي مش دي، سيبني انا كده على جنب في حالي، انا مش عايزه اكتب والله، اكتب للاستاذه دي. المهم بقى كتبنا اسمها على الصوره وحاسبنا، وقلت له هناخد الصور امتى؟ الاسبوع الجاي صح؟ الاسبوع الجاي الاسبوع الجاي. وبعدين سألته لو عايزة مثلا اطلع كارت او كده، قال لي هتبعتيها لنا على الواتس ونطلعها لك وكل ده. وطلعنا ونسيب بقية الفلوس جوه. ذكية انا والله. طلعت ونسيب بقية الفلوس جوه. بعدين قلت لها انا ما خدتش فلوس اصلا يا بسمة. المهم لفيت تاني، كنت لسه على الباب، لفيت تاني ودخلت، قال لي بقالك فلوس؟ قلت له ايوه. اخدتها ومشيت. بص اللي هو انا خلاص كنت تعبت من القعده، قعدنا شويه على ما عملنا الفلوس وعلى ما خلصنا بكل ده، وانا ما كانش عندي طولة بال، انا اصلا كنت نايمه قبل ما يصحوني، ومريم صاحبتي جات لي لقيتني نايمه عادي. تمام، فكنت نايمه وجات لي مريم لقيتني نايمه بعماله تنادي بره. بسمله طلعت لها قالت لي كلمي مريم، وماما بتقول لي مريم بتنادي بره، دخلوها يا جماعه يا مريم جديده علينا دخلوها. تمام، قامت، فانا قمت بصيت لها كده وقلت لها تعالي، ورجعت على السرير تاني. تمام، قالت لي بسمله هاتي كوبايه ميه، انا فكرتها تشرب، طلعت عايزه ترشني بالميه وما سابتنيش غير لما حطت الميه على وشي. طب كل ده عشان افوق وانا اصلا عايزه انام، ما كنتش عايزه اخرج. المهم فقفلنا اليوم ومشينا. بسمله تقول لي احنا خرجنا تعالي نروح اي مكان. امشي يا بسمله.
يا بنتي تعالي نروح نقعد في اي مكان. امشي يا بسمة. طيب طب تعالي نشتري. امشي يا بسمة، احنا لسه متهزقين من الدكتورة امتى؟ اول امبارح. يا بنتي تعالي نشتري. قلت لها الدكتورة لسه قايله لا. ما خلينا اتهزقنا مره، مش عايزين نتهزق تاني بقى، سامعاني؟ هنتهزق مره مش هنتهزق تاني. هنتهزق تاني عادي. امشي يا بسمة. طب الجو حلو خلينا شويه. امشي يا بسمة. تمام. بعد ما جيت طيب هو احنا قعدناش ليه بره شويه؟ قلت لا بالمره وانا لابسه هعمل لكم ايه، هعمل لكم فيديو. وروحنا بقى على البيت وبس كده، وادينا قاعدين هنغيره وهنكمله قعده او هنكمله نوم عادي على حسب بقى نعمله ايه. والفيديو ده هينزل النهارده الخميس، والفيديو هينزل الخميس. تمام كده؟ تمام. بصوا بصور لكم واعمل لكم مونتاج وكل حاجه بس اليوم، ولا مزعلكم ولا محرمكم من حاجه. وبرضه ما تنسوش ان انا لسه زعلانه منكم عشان محدش سأل عليا. تمام كده؟ تمام. شوفوا بقى هتصالحوني ولا مش هتصالحوني، ولا هتفتكروا ولا مش هتفتكروا اصلا. المهم بس كده، يا رب يكون الفيديو عجبكم والسلام عليكم.